السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الأيام بألف خير يا رب. طبعا احنا خارجين من العيد، وطبعا عندنا رقاق، كل بيت فيه شوية رقاق فايضين زي دول. تمام. أنا بقى هعمل لك وصفة رقاق تحفة هتخليكي تنسي الرقاق خالص. طبعا مش باللحمة، مش بالفراخ، مش بالبصل، لا ده أنا هعمل لك الرقاق هخلولك رقاق حلو. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة أنا عندي هنا لبن بلدي بقشطته، بالقشطة بتاعته. تمام. طبعا احنا خدنا من اللبن دول كانوا 2 كيلو واحنا واخدين منه. هفضي عليه كيس النشا، ده حوالي نص كيلو من اللبن. هحط عليه حوالي معلقتين كريم جانتيه، بتديله طعم حلو قوي. ما عنديش فانيليا سايله، عندي فانيليا بودر، هحط شويه. هنقلب كويس جدا على النار لحد ما يتقل معانا. كده خلاص الكريمه بتاعت الرقاق جاهزه. تمام. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه. اول حاجه بقى، طبعا انا لقيت الصينيه سمنه. تمام. ولا هتبلي الرقاق باللبن، ولا هتعمليه بشوربه، ولا بكريمه، ولا بطبقات، ولا اي حاجه. تعالي بسرعه كده اوريكي ازاي هتعملي الرقاق بميه الحنفيه وهيبقى تحفه. ادي الصينيه، وهتجيبي الرقاق عادي كده تحت الحنفيه كده بالراحه خالص. كده مبلول اهو من ميه الحنفيه، كده مفيش اي مشكله خالص. هتبلي بقى 3 طبقات من تحت، 3 طبقات من فوق، 4 طبقات من تحت، 4 طبقات من فوق. ادي كمان واحده اهي. تمام. دي تاني واحده. وهتقومي حاطه عليها سمنه، ترششيها كده بالسمنه، بسمنه بزبده، دي زبده صفراء انا حطيتها عادي. وهنحط كمان طبقه، دي الطبقه الثالثه وعليها برضو الزبده. تمام كده. وكده كمان دي الطبقه الرابعه. تمام. وادي عليهم الكريمه كمان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وزي ما عملت في الطبقات اللي تحت هعمل في الطبقات اللي فوق 4 برضو فوق بعض. كده انا حطيت الكريمه كلها. تمام. ما توصلهاش في الحروف. وادي كده من فوق اللي هنحطها الايه، الطبقه الرابعه، وبرضك عليها زبده. كده اخر طبقه من فوق اهي الزبده، بقيه الزبده بتاعتنا من فوق كمان. كده احنا خلاص خلصنا، نحطها في الفرن. كده بقى اقولوا بسم الله ما شاء الله. حطها في الفرن واتفرجي على الحلاوه بعد كده. طبعا انت مش هتصدقي ان صينيه الرقاق اللي معموله قدامك دي اللي انا هقلبها قدامك دلوقتي، انت مش هتصدقي ان دي معموله بميه، ان انت بلاها تحت الحنفيه بميه. تمام. بس اقسم بالله عاملاها تحت الحنفيه بميه. بصي بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لسه مطلعاها من الفرن. بسم الله. معلش يا جماعه هي سخنه، بس انا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه انا عندي عسل، انا اللي عاملاه وحطاه في التلاجة، شايفين شكله عامل ازاي. وعندي كوبايه لبن دافيه، دافيه مش ساقعه، هحط عليها معلقتين عسل. او عايزه تحطي العسل على الكنافه كده براحتك، على معلش الرقاق براحتك. بسم الله كده اهو. ومن فوق الوش هنحط عليها اللبن. وامسي وادعي لي. قلبي بقى اللبن وقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وحطيه من فوق الوش، وسيبيه على العسل كده يتشربوا. تمام. وكلي بقى احلى رقاق معمول بالميه. اهم حاجه تخلي اللبن يتشربه كله، قسما بالله الريحه خربت الدنيا. وبرده مقرمش ازاي. قولي بسم الله الرحمن الرحيم.
واقطعيه كده. قولوا بقى بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. بصي ده رقاق، ده ايه رقاق، شايفين مورق ازاي؟ شايفين ده؟ تصدقي ان هو معمول بميه انت بلاه من تحت الحنفيه، اقسم بالله طعمه تحفه، ريحته خاربه الدنيا، طعمه فظيع. اتمنى تجربوها، هيعجبك قسما بالله، تحفه تحفه. وان شاء الله هتجربي الوصفه وتعجبك. مع السلامه.